اهلا بيكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان قرب. فاحلى حاجه للمبتدئين ان احنا نعمل صينيه زي دي. سهله جدا جدا وكلها بغرزه الحشو، مش هتتعبي في اي حاجه، بالذات لو انت مبتدئه. كمان مع الصينيه بيجي معاها كوسترز كده ممكن نشتغل عليها، وهنعمل طقم حلو قوي رمضان باسهل طريقه ممكن تعمليها. يلا بينا نبدأ ونشوف هنحتاج ايه. الصينية بتيجي بالشكل ده كده، طبعا يعني خشب او ابلكاش، وفيها بس الفراغات دي، ومش مشغول عليها ولا اي حاجة. ودي شكل الكوسترز قبل ما اشتغل عليهم اي حاجة خالص. تمام. هتلاقوها عند اي محل بيبيع خيوط، يعني موجودة في كل مكان. استخدمت معاها خيط سلسلة رفيع مش تخين قوي. كان اللي هو حرير، مش اللي هو المطفي او على القطن. وكمان ابرة مقاس 5. وطبعا هنحتاج مقص، ممكن نحتاج ولاعة علشان الخيط ده لما بنيجي نقفله بنسخنه بالولاعة، وبعدين نلزقه بقى كده مش بيفك خالص. بصوا شايفين الغرزة هي كلها غرزة حشو زي ما قلت لكم. ده طبعا شكل الصينية بعد ما خلصت. بس انا عشان مش عارفة اعملها قدام الكاميرا فعملت نفس الحاجة على الكوستر ده، عشان بس تبقى باينة على الكاميرا، فانتوا هتطبقوها على الصينية هتطلع ان شاء الله مظبوطة وحلوة خالص. اول حاجة هنجيب الخيط بتاعنا. انا جبت لون نحاسي شويه، وجبت طبعا ابره مقاس 5. بصي طلعته بالشكل ده كده من الفراغ اللي هنا. وهاتي الطرف القصير من الخيط على قدام كده بحيث نقفلها وما تخرجش مننا خالص. وهنبدأ نشتغل كأنها سلسلة عادي. تمام. كل فراغ من ده هعمل فيه 2 غرزة حشو. ماشي. انا كده يعتبر عملت واحدة، وهعمل واحدة كمان. دخلت الإبرة في الفراغ وبعدين شديت الخيط كده كأن عندي غرزة حشو. لفيت الخيط على الإبرة وهسحبه غرزة حشو عادية. تمام، سهلة جدا. خلي الخيط التاني ورا، القصير ورا، عشان ما يفكش مني انا بشتغل عليه. ونفس الكلام برضو عملت غرزة حشو. عملت واحدة بس، هعمل واحدة كمان. وكده بقى عندي 4. ونفضل بقى في كل واحدة هنعمل 2 غرزة حشو. بصوا ده شكلها من ورا، وانا اشتغلت على الجزء القصير اهوت عشان ما يفكش مني. وفي كل غرزة اعمل غرزة حشو، سوري، غرزتين حشو، لحد لما اخلص الكوستر كله، او بقى هيبقى على الصينية كلها. تمام زي ما اتفقت معاكم، انا بس عاملاها على ده علشان الصينيه كانت كبيره قوي. كملوا بقى لحد النهايه. بصوا انا ده شكلها بعد ما طبقت اللي انا قلت لكم عليه على الصينيه. بصوا شايفين شكلها، فاضل بس ان احنا هنقفلها على الكوستر الصغير. ده برضو شكل الكوستر لما خلص. هدخل الابره بقى في اول غرزه عندي دي خالص. ماشي، بس هدخل الابره من ظهر الكوستر يعني من ورا كده. دخلت الابره اهو. وهجيب الغرزه بتاعتي واطلعها من الناحيه التانية. شايفين ازاي؟ كده عديتها. وهسحب الخيط بتاعي. تمام كده، وهنعمل غرزة كده زيادة سلسلة واحدة، علشان بس تقفل لي الغرزة دي مع بعضها. تمام، ودي طبعا تعتبر غرزة وهنشتغل عليها برضه. يلا بينا نقفلها. بصوا احنا هنشتغل على كل غرزة من الغرز الحشو اللي احنا عملناها هنا غرز حشو تاني، يعني مش هزود حاجة ومش هقلل حاجة. في كل غرزة هعمل غرزة، بس الأول نقفل دي. هنعمل سلسلة زي ما اتفقنا، وبعدين بصوا بقى، شايفين الفراغ ده على ظهر الكوستر او على ظهر الصينيه. انا ما اشتغلتش من جوه، يعني ما خليتش اللي عليه رسمه قدامي، لا قلبت الظهر. وهبدا اشتغل غرز حشو عاديه خالص. تمام. الغرزه اللي بعدها وبرده هعمل غرزه حشو كمان. دي غرزه، الغرزه اللي وراها نفس الكلام، كله غرز حشو عاديه جدا. بلف الخيط على الابره وبسحب، والف الخيط على الابره واسحب، وهكذا، وما فيهاش اي حاجه، ولا هزود ولا هقلل. اوكي. ندخل في اللي بعدها. نفس الكلام. بس كده. المفروض ان احنا هنكمل برضو على الكوستر او على الصينيه كلها لحد لما تخلص، ونوصل عند اول غرزه. شايفين؟ بصوا كده لما تنتها بقت واقفه زي كانها حرف للصينيه. طبعا احنا هنعمل صفين بس، مش هنزود. وده شكل الصينيه بعد ما خلصت لها اول حرف فيها او اول صف فيها. تمام. شايفين؟ بصوا بدات ترتفع كده. نفس اللي عملناه على الكوستر هنعمله هنا، هو كل حاجه. بصوا شايفين واقفه ازاي. هنقفل الصف ده وبعدين نعمل في الكوستر الصف التاني. هقفله ازاي؟ انا كنت شغاله والظهر بتاعه مواجه ليا، فانا هكمل شغل برضو والظهر بتاعه مواجه ليا. تمام. بصوا كان ناقص غرزه اخيره هنا هنعملها. وخلاص كده. هنقفل بقى زي ما قفلنا التانية برضو عادي خالص. دخلت الابره من ورا. اوكي. وهياخد الخيط بتاعي اعديه من الناحيه التانية.
شد كويس بس عشان ما تفكش مني. بس هنا مش هقفل بسلسلة، يعني هسيبها مفتوحة لان انا هشتغل، هي هتقفل لوحدها. تمام. بصوا كده. بصوا بقى، في كل الغرزة بتاعتي عاملة زي الفي كده. انا هدخل ما بين الفي دي والفي دي في النص كده، يعني ما بين دي ودي، وفي النص هشتغل في نص الغرزة بالظبط. مش هشتغل في الفراغ اللي انتوا شايفينه ده فوق الغرزة، لا، في الفي بتاعت الغرزة، وهدخل كده زي ما انا بشاور في المكان ده بالظبط. خلوا بقى الجزء ده كده طالع. شايفين الفي اهو، انا بدخل في نص الغرزة وهاخد الخيط بتاعي اللي كان طالع ده واطلعه لبره. هسحبه كده لبره، وبعدين هنبدأ نشتغل عادي خالص. دي هنعتبرها برضو غرزة حشو، هنسحب الخيط ونشتغل عليها عادي خالص. لف الخيط على الإبرة واسحب وبس، ودي أول غرزة في الصف التاني والأخير. تمام. ليه بقى أنا عملت كده؟ ليه اشتغلنا في نص الغرزة مش مثلا زي ما احنا متعودين بدخل كده في الفراغ بتاع الغرزة ده؟ لأن أنا لما أعمل كده بتدي صلابة للشغل بتاعي، بتخليها أقوى. فدي صينية احنا مش محتاجين إنها تهبط، يعني عايزينها تفضل طول الوقت واقفة. فعشان كده بنعمل كده، يعني إن احنا نحاول ننشف الغرزة على قد ما نقدر. برضو نفس الكلام، دخلت في الفي بتاعة الغرزة زي ما انتوا شايفين كده اهو. تبقى جامدة شوية بس ايدك هتاخد عليها، وبعدين اسحب الخيط والف الخيط على الابرة وابدأ اشتغل بنفس الشكل ده برضو لحد لما اخلص. في النص بتاع الغرزة نسحب الخيط ونعمل غرزة حشو. اوكي، كملوا برضو لحد لما نوصل لنهاية الصف في الكوستر او في الصينية. وده الصينية بعد لما خلصت الصف التاني اللي هو الأخير بتاعي. أنا هعمل صف كمان بس منزلقة، مش هعمل أي حاجة. بس شايفين بقت واقفة ازاي؟ لو أنا عاملاها بقى في مكان الغرزة اللي انتوا متعودين عليه، مش هتبقى واقفة كده، هتبقى نايمة شوية أو هابطة، أو هتبقى ناشفة في الأول وبعدين هتهبط مع الوقت. الغرزة دي متهبطش أبدا. يلا بينا نقفل بنفس الطريقة برضو من ظهر الغرزة كده، وهسحب الخيط وأعديه من الناحية التانية بالراحة. تمام. طيب وبعدين نسحب كويس علشان الغرزة ما تفكش مني. هنا بقى انا هعمل سلسلة غير الصف التاني اللي كان تحت. هنعمل سلسلة ونبدأ هنشتغل بقى اخر صف معانا. خلاص. شايفين الغرزة اللي انا قفلت فيها دي اللي هي التقفيلة بتاعتي؟ طلعوا لي بقى السلسلة، سوري، الغرزة اللي انا طولتها قوي دي لبره، لان انا هعمل غرز منزلقة، فانا محتاجة ان الغرز المنزلقة تبقى من بره مش من جوه. لانها بتدي شكل احلى، وكمان هتخلي الحرف بتاع الصينية متماسك اكتر من اننا نسيبه فاضي كده. لو احنا مشتغلناهوش الصف ده هتفرق كتير في شكل الصينية. يعني دي الغرز المنزلقة طبعا اللي احنا عارفينها، يعني بس بسحب الخيط وبعديه من الغرزة، مش بلفه بقى وبعمل اي حاجة. ندخل في الغرزة اللي بعدها ونسحب الخيط ونعديه من الغرزة على طول، واللي بعدها وهكذا لحد ما نخلص كل الشغل بتاعنا. مرة كمان نخرجها بره الغرزة بس. سهلة، وهنكمل بنفس الشكل ده لحد ما نوصل للنهاية. وصلت للنهاية خلاص، انا كده مش هحتاج اعمل صفوف تانية. لو انتي حابة تطولي، انا شايفة ان الصينية كده كان شكلها جميل قوي، مش محتاجة ازيد من كده. فانا بس هقفل هنا. شايفين الغرزة اللي انا بدأت فيها خالص؟ هنعمل غرزة فيها كمان. هدخل الخيط بتاعي الابرة، سوري، وهسحب الخيط ونعمل اخر غرزة منزلقة معانا. هنقص الخيط لان انا خلاص كده مش هحتاجه. مش انا عن نفسي مش هزود حاجة تاني، لو انتوا حابين تزودوا براحتكم بقى. بس انا خلاص كده هنقص الخيط. اسيب لنفسي طبعا مساحة علشان اعرف اقفله كده. بصوا انا هعمل ايه، انا هسحب الخيط ده لبره. تمام. خلي بالكوا الخيط ده زي البلاستيك كده، فهو بيسيح، فعلشان ما يفكش مني بعد ما بقصه لازم اسيح النهاية اللي انا قصيتها، سواء من البقرة نفسها او من الخيط اللي انا قصيته. انا طلعت الخيط بتاعي من نفس الغرزة، شديتها لبره من نفس الغرزة كده. تمام. خلاص كده هي اتدارت من بره مش هتبان. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هنقص الخيط ده، يعني هنسيب فيه حتة صغيرة قوي، وزي ما قلتلك كده هسخنه، ولما بسخنه بيبدأ يسيح. فلما يسيح هلزقه على طول على ظهر الكوستر من تحت كده، فمش هيبان. ماشي. فدي أأمن طريقة ان انا اعمل، يعني احاول ان الخيط ده ما يخرجش مني خالص.
انا طلعت الخيط بتاعي من جوه الغرز كده برضو عشان نأمن عليها اكتر. وبعدين هعديها علشان تكون تحت كده متدارية خالص. هقص الخيط ده على قد الحتة دي وهسيحه زي ما قلت لكم وهلزقه. وبس كده، ده شكل الكوستر بعد ما خلص، اللي هو ان شاء الله هنطبقه وعلى الصينية. ريكو الصينية بعد ما خلصت، ده شكلها بعد ما خلصت بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها على الكوستر. تمام، بصوا، متماسكة يعني ماسكة نفسها، مش عارف، مش متنية مثلا او نازلة لتحت. طبعا الكوستر بتاعتنا مش هنعملها بالشكل ده بس ايه يعني، كان موديل كده بس وخلاص. الكوسترز بقى تتعمل ازاي؟ اسهل حاجة ممكن نعمل بيها الكوسترز هي اننا شايفين، انا اشتغلت عليها مرة زي ما اشتغلت على الصينية، بعدين عملت صف منزلق اهو بس. وبرضه هوريكم ازاي نعملها. ده الكوستر بتاعي زي ما عملت الصينية بالظبط هعمله من اي مكان كده، وهطلع الخيط بتاعي وابدا اشتغل في كل فراغ غرزتين. غرزتين حشو. برضو جبت الخيط القصير على قدام علشان اقفلها وابدا بقى. دي اول غرزة معايا، وبعدين نكمل كل فراغ 2 غرزة حشو. هنا لما هاجي اقفل، لان ده الصف الاخير، انا مش هقفل زي ما قفلت الصينية اللي فاتت. لا، انا هعمل غرز منزلقة على طول، يعني هدخل في اول غرزة. تمام، وبعدين هنبدأ نشتغل الغرز المنزلقة بتاعتي. 1 2، مش لازم عدد لان هما كده كده واضحين يعني. تمام، هنكمل بقى غرز منزلقة لحد ما اخلص الكوستر كله. اسهل حاجة يعني، دي اسهل طريقة ممكن نشتغل عليها على الخشب او على الادوات المفرغة دي. بعد لما خلصتها خلاص اهي، شايفين؟ بصوا بقت تحسوها دبل كده يعني، قوية شوية. هنقفل اخر واحدة معانا وبعدين يعني هنعمل اخر غرزة معانا وبعدين نبدأ نقفلها بقى. هي دي اخر غرزة. تمام، وبعدين هقص الخيط بتاعي. برضو هسيب لنفسي مساحة شوية عشان اقدر اتحرك. اوكي، وهعمله هسيحه زي ما قلت لكم كده من ناحيتين، عشان بصوا بيفك على طول الخيط ده. في نفس الغرزة اللي كنت عاملة فيها الغرزة المنزلقة هدخل الإبرة من الظهر وهسحب الخيط ده على قدام كده. خلاص، وعملناه اهو خلاص. برضو هسيحه زي ما قلت لكم وبعدين هلزقه في الغرزة اللي تحت او اللي جنبه على طول، مش هيبان خالص ان هو اصلا اتفك، او يعني ان دي النهاية. مش هيبان كمان ان هو اصلا كان مفكوك. وبس، بصوا كده بعد ما اتلزقت ولا باينة ولا اي حاجة. كل سنة وانتم طيبين، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. سلام.